قال الله تعالى لملك الموت: ألم تبك مرة وأنت تقبض روح بني آدم؟ فأجابه: ضحكت مرة وبكيت مرة وفزعت مرة. فقال الله تعالى: وما الذي أضحكك؟ قال: كنت أستعد لأقبض روح رجل وجدته يقول لصانع أحذية: أتقن صنع الحذاء ليكفي من اللبس سنة. فضحكت وقبضته قبل أن يلبسه. فقال له الله جل وعلا: وما أبكاك؟ قال: بكيت عندما أمرتني أن أقبض روح امرأة، وذهبت إليها وهي في صحراء جرداء وكانت تضع مولودها، فانتظرت حتى وضعت طفلها في الصحراء الجرداء وقبضت روحها وأنا أبكي لصراخ طفلها وحيدا دون أن يدري به أحد. فقال له الله جل وعلا: وما الذي أفزعك؟ فقال: فزعت عندما أمرتني أن أقبض روح رجل عالم من علمائك، وجدت نورا يخرج من غرفته، كلما اقتربت من غرفته فج النور ليرجعني، وفزعت من نوره وأنا أقبضه. فقال له الله: أتدري من هذا الرجل؟ إنه ذاك الطفل الذي قبضت أمه وتركته في الصحراء، تكفلنا به ولم نتركه لأحد. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك فيديو آخر سينال إعجابك بإذن الله، ودمتم بخير حال.